مين فينا ما بيعشقش الممبار وحلاوته؟ النهارده هنعمل مع بعض الممبار بطريقه سهله جدا، وخلطه الممبار الممتازه بريحه وطعم تحفه. كل تكات واسرار نجاح الممبار بكل سهوله وطعم ولا اروع من كده. وكمان هقولك ازاي الرز من جوه يطلع معاكي مفلفل مش معجن، وطريقه الحشو كمان. تعالوا نشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي اكله مع عنوش وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجه كده، معايا حله سخنتها على النار كويس ونزلت فيها بالزيت، وهنزل كده ببصل مفروم ناعم. انا عايزه البصلايه بس تدبل كده، مش هخليها تاخد لون ولا حاجه. هنقلب فيها كده على نار هاديه لحد ما توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. نزلت كده بعصير الطماطم اللي كنت مفرزاه، وهنديها كده تقليبه. وهنا هنزل بمعلقه كبيره من صلصه الطماطم، وهنقلب بقى ونغطي ونسيبها على نار هاديه لحد ما تتسبك للاخر، لحد ما توصل للشكل دون. هنا كده اتسبكت، هطفي عليها وهنزل كده بخضره مشكله، كزبرة وشبت وبقدونس، وهنديها تقليبة كده عشان الخضرة تفك، عشان كانت عندي في الفريزر. وهنا بولة فاضية نزلت فيها بالرز كده، غسلته وصفيته، وهنزل كده ببصل مفروم ناعم مع قرن فلفل حراق بيديها طعم كويس. توابل بقى، عندي ملح وفلفل وبابريكا، 7 بهارات وكمون وكزبرة ومكعب مرقة. هننزل كده على الرز، وهنجيب بقى الصلصة اللي احنا عملناها، هنبتدي ان احنا ننزل كده على الرز بيها. وهنديها كده قد 3 معالق زيت كبار عشان الرز يطلع معانا مفلفل مش معجن. وهنقلبها. هنا هديها شوية صلصة كمان كده عشان بحبها حمرا قوي، وهنقلب. هنا بقى هظبط الملح وبس كده، مش هتحتاج اي حاجة تاني، كده جاهزة للحشو. عندي هنا بقى الممبار، قطعته وغسلته كده من الناحيتين ونقعته في مية بملح ومعاها معلقة سكر وخل وليمون ودقيق. الخلطة دي بتنضفه وبتخليه زي الفل. وسبته منقوع ساعتين كده، وبعدين شطفته كويس وصفيته من اي مية فيه. هنبتدي نحشي بقى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. طريقة الحشو، احشوا بالطريقة اللي انتوا متعودين عليها، الطريقة كده باينة قدامكم. هنبتدي ان احنا ندخل الرز كده للاخر، لو مش وصل لاخر حتة فيه كده ان احنا نقلبه ونجيب الناحية التانية ونبتدي نحشي من الناحية التانية برضو، عشان يبقى كل حتة وصل لها الرز. وما نكترش رز فيه بقى عشان ما يتفتحش معانا في السليق. نبتدي ان احنا نفرد الرز كده جواه، ونحشي برضو من الناحية التانية. طريقة الحشو سهلة جدا ومش هتاخد منك وقت خالص. نفرد الرز كده كويس زي ما انتوا شايفين كده، تمام. ونفضه بقى من اي رز كده زيادة على الوش من بره. هيبقى كده بالشكل ده. هعمل واحدة كمان معاكم بنفس الطريقة. هنا عملت الكمية كلها كده، ده الشكل بتاعها النهائي. شايفين مبططة الرز ومش مكترة رز فيه، عشان كده كده لما بيستوي بيكتر. عندي هنا بقى مية مغلية نزلت فيها كده بملح وفلفل وورقتين لوري. ونقلب. هنبتدي ان احنا نمسك الممبار من فوق كده علشان اول ما ينزل في المية يقفل من الناحيتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو المية بطلت تغلي نوقف ان احنا ننزل الممبار، اول ما تبتدي تغلي تاني نبتدي ان احنا ننزل.
ما ننزلش الممبار والميه ما بتجليش، عشان اول ما ينزل كده الناحيتين يقفلوا معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى حطيت الكميه كلها، شايفين قفل من الناحيتين كده ازاي. هسيبه بقى على نار هاديه لمده ساعه لحد ما يستوي، وبعد كده هطلعه بقى هسيبه يبرد. وبعد كده بقى عندي طاسه كده سخنت فيها زيت وهقليه كده على الناحيتين. وانتوا بتقلوه بقى ما تخلوش اي رز عليه من بره علشان ما يفرقعش في الزيت. زي ما انتوا شايفين كده، اول ما ياخد لون ذهبي من على الوش كده نقلبه على الوش التاني ونطلعه بقى. وبس كده، كان طعمه خطير. اتمنى تجربوا الطريقة دي وهتعجبكم جدا. قدمته بقى مع بوريك تركي، هنزل لكم طريقته برضو، سلطة خضراء ومخلل. هنزل لكم برضو طريقة المخلل. وده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.